كان فرح عادي جدا زي اي فرح، معازيم ورقص وطبل وغنى وهيصة والناس بتهني بعضهم، مفيش حاجة خالص. وفجأة يضرب العريس العروسة بالقلم من غير سبب، ويتقلب الفرح لخناقة بين أهل العريس وأهل العروسة، وتتنقل العدوى حتى للمعازيم، وضرب من غير أي سبب زي المجانين. فكده يبقى في حاجة غلط، وده اللي حصل في الفرح بتاع قصتنا النهاردة، الفرح المسحور. تعالوا اقول لكم ازاي حصل ده. بس قبل ما نبدأ الحكاية ممكن نحط اللايك لو كنت لسه ما حطيتوش، ونقول على الله حكايتنا. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان من كل انحاء العالم العربي. اللي حصل في حكايتنا فرح اتعمل في عزبه اسمها عزبه عفيفي، محافظه الدقهليه. كانت عزبه عفيفي في يوم الجمعه ده فرحانه بسبب فرح شاب اسمه وهبه سامي، والمعازيم في قمه السعاده والفرح، لحد ما جت لحظه اتقدم فيها كوبايات من مشروب التمر الهندي الساقع من البوفيه اللي عاملينه. والموضوع ده اتفاجئ بيه المعازيم في الفرح، لان دي حاجه غريبه في الافراح الشعبيه ان يتقدم فيها مشروب تمر هندي. ولكن عشان الجو كان حر في اليوم ده والناس ريقها ناشف من كتر الغنى والزغاريت، محدش سأل ليه وازاي. وراح العريس والعروسه شربوا، والمعازيم من بعدهم شربوا هم كمان، مش عارفين ان اللي شربوه ده تمر هندي مسحور، وهيصيب الفرح كله بمس شيطاني. وهنا المفاجأة، وبعد حوالي ربع ساعة بدأ العريس يحس بتعب وترجيع شديد، واتصابت العروسة هي كمان واغمى عليها. ولما فاقت بقى عندها حالة تيبس، فبقت عاملة وكأنها صنم من غير روح. ووقعت أم العريس كأنها جثة هامدة، وكانت قبلها بثواني بترقص وبتزغرط قدام ابنها، واغمى على أم العروسة. وبدأت حالات الإعياء وحالات الترجيع والإغماء بتيجي لكتير من المعازيم، وكان كل اللي بيفوق من حالة الإغماء بيتحول لمجنون، مش عارف هو بيعمل إيه وبيتصرف إزاي. وبدأوا يمسكوا ببعض وخناقات وضرب بين الستات والرجالة، واتسمع صوت الصريخ والزعيق. وقامت واحدة قريبة العريس وخلعت حجابها ورمته على الأرض وشدت شعرها وبدأت تقطع في شعرها لحد ما نزل من راسها الدم. وخرجت واحدة تانية من الفرح وبتجري بجنون، ولما سألوها رايحة فين قالت لهم أنا رايحة المقابر. وكل اللي اتصابوا بقى يتكلموا بلهجة عجيبة وأصوات غريبة زي فحيح الأفاعي أعوذ بالله. وفي ستات بقى صوتهم تخين زي صوت الرجالة بالظبط. وبقى في حالة من الهستيريا، وحتى الناس اللي ما شربتش من التمر الهندي الملعون واللي فضلوا بعقلهم صابهم الرعب من منظر الناس واللي حصل لهم. وهنا عرف الناس اللي ما تأثروش باللعنة ان الست الملعونة اللي اسمها سحر وشهرتها زازة، واللي خرجت من الفرح بعد ما نقطت العروسة ب50 جنيه نقطة الفرح. وبعد العروسة ما خدت النقطة اغمى عليها، وهي اللي كانت مسؤولة عن توزيع التمر هندي في الفرح، وهي اللي حطت السحر في المشروب عشان تنتقم من اهل القرية اللي بيكرهوها، وكانوا دايما بيقولوا عليها الدجالة بسبب اعمال السحر والشعوذة اللي بتعملها. وعشان يوقفوا الجنان اللي حصل في الفرح عشان يلاقوا حل للمشكلة ديت، قرروا انهم يدخلوا العريس والعروسة لبيتهم. ولكن العروسة زي ما قلنا انها كانت زي الصنم، وبعد كذا محاولة من العريس وطلب منها انها تمشي معاه للبيت وهي مش راضية، اتخنق منها وهجم عليها وقعد يضرب فيها بكل قوته وبعنف، وراح مقطع فستانها الابيض. وفي اللحظة ديت قرر خالي العريس السيد عبد الجواد ان الوضع بقى مستعصي ومخيف، ولازم يلجأ لاصحاب الخبرة في السحر والدجل عشان الناس ديت تتعالج من المس اللي صابهم، وجاب ليهم الجنون. فراح واستدعى شيخ بيفهم عشان يبطل العمل ده. ولما جه الشيخ وقام بقراية القرآن قال لهم ان المصابين اتعرضوا لنوع قوي جدا من المس، وفيهم اللي هيصعب عليه علاجه وان هياخد وقت طويل، لان كان عدد المصابين اللي فشلت التلاوة في شفائهم
حوالي 17 مصاب، وقال الشيخ انهم لازم يتعالجوا لكذا يوم. ولما بدأوا العلاج وفي اليوم الرابع من العلاج بعد الفرح اتفاجئ الشيخ وتعجب، وقال ان شياطين الجن الموكلين بالسحر خدوا دعم تاني، وان السحر بقى اقوى واصعب، لان واحدة من الستات المتصابين والمعروفة بعقلها الكبير حاولت الانتحار كذا مرة، وحتى واحد من الشيوخ اللي جم عشان يلقوا المصابين وهو واحد من ائمة القرية اتصاب هو كمان، وبقى يتخيل حاجات ويهلوس. وبدأت ناس من اهل القرية يتكلموا انهم بيشوفوا شخص معروف بالدجل والشعوذة بيجي من محافظة الجيزة لبيت زازا، وقالوا انهم شافوه امبارح الساعة 2 الفجر ومعاه شوية ديوك صاحية، ولما سألوه قال لهم انه كان معزوم عند زازا وجوزها على العشاء. وتأكد اهل المتضررين ان زازا متورطة هي وجوزها وبمساعدة الضيف المعروف ده انهم بيمارسوا الشعوذة ليها. وهنا راح اهل القرية لبيت زازا وحرقوا عربية الضيف وعربية جوزها هي كمان، وبدأوا يهددوها انهم هياخدوا حقهم منها. واتصلت زازا بسرعة بالامن بتستنجد بيهم، وجت قوات من ضباط المباحث بقيادة المقدم احمد فريد رئيس المباحث لمكان الحادثة، وجت كمان عربيات المطافي، وفعلا انطفت النار واعتقلوا 8 اشخاص اللي كانوا متورطين في اشعال النار. ولما تم التحقيق معاهم اعترف المتهمين انهم ارتكبوا جريمة الحريق. وهنا تم القبض على زازا وجوزها وضيفهم، وكده وصل عدد المقبوض عليهم 11 واحد. ولما اتعرضوا على النيابة حكمت عليهم النيابة بالسجن 15 يوم على ذمة التحقيق. وانتشرت قصة الفرح المسحور على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأت القنوات والصحف زي قناة المحور وجريدة الوطن تعمل لهم شو جامد، وبدأوا يستضيفوا شهود عيان ومنهم خالي العريس نفسه، واللي قال في لقاء ليه مع جريدة من الجرايد المحلية ان زازا ست اتجوزت من نسيبه من 18 سنة عشان تكون الزوجة التانية، وبعد فترة طلقها جوزها وهجر ولادها الستة وباع أرضه ومراسه، وان اتعرف عنها انها بتمارس السحر والشعوذة واتصالها مع الجن السفلي، وعشان السبب ده كرهها اهل القرية وبقى يلقبوها بالدجالة، وده اللي خلاها تنتقم من اهل جوزها عشان هم اول ناس اتهموها بكده، فحضرت لفرح وهبة وعملت كل الخراب ده. واعترف المتهمين ال8 بالتهم الموجهة ليهم، وده بسبب تخريب زازا لفرحهم، وانها قامت بسحر خلى العريس مش قادر انه يدخل على عروسته، وكمان ضربها وقطع فستانها الابيض. وقال العريس المسكين عن مأساته ديت ان اللي حصل في الفرح من علامات الساعة، وانه مش هينسى طول عمره اللحظة ديت، لان في لحظة اتقلب فيها الفرح لمعركة وضرب وصريخ من غير اي سبب. وامي اللي كانت بترقص من شدة الفرح لقيتها فجأة مرمية قدامي على الارض، واختي بقت تضرب بنت عمي، وبنت عمتي نكشت شعرها. وبكده اعزائي المشاهدين اكون قدمت حالة مس شيطاني جماعي نادرة الوجود خلت كتير من الناس بدأوا يسألوا هي لعنة السحر ممكن انها تصيب جماعات كاملة من الناس ومش فرد واحد بس؟ وهل ممكن انه يكون مفعولها بالسرعة ديت والقوة ديت اللي دمرت فرح كامل في دقايق؟ واحنا بنقول ان السحر مذكور في القرآن الكريم، ولكن كل اللي يقدر انه يقوم بيه الجن هو تغيير حالة المزاج بين الراجل ومراته، وان الجن ما يقدرش انه يضر الا باذن الله سبحانه وتعالى. ولو انت عزيزي المشاهد وصلت معايا لاخر الفيديو اكتب لي المحارب البرنس وقول لي رايك ايه في قصتنا ديت، وايه تعليقك في اللي حصل في الفرح ده، ومستني ردكم وتعليقاتكم على الحلقه. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم واكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه لو مش مشترك عندي. وليكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا لكم، شكرا.